السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بلح الشام بطريقة حلوة قوي قوي، ان شاء الله تعجبكم وهيكون مقرمش وجميل. معانا مع كوبايتين ونص دقيق من اللي هي الكوبايات ديت العادية. كوبايتين ونص دقيق واربع بيضات ونص كوباية زيت، ومعانا معلقتين دقيق بسبوسة بيخليه مقرمش وحلو قوي، ودولت معلقه كبيره نشا. احنا دلوقتي هنحط كوبايتين ميه. ادي اول كوبايه ميه سخنه من الكتل. ميه سخنه، واول لما تغلي هنحط في قلبيها نص كوبايه الزيت، هنحطهم مع الميه. واول لما تغلي بقى هنحط الدقيق، بس ما نسيبش الميه تغلي قوي عشان الميه ما تتبخرش. اول لما تغلي هنحط الدقيق. هنحط معلقه سكر وذره ملح. متقفلش اهي الميه هتبتدي تغلي. اول لما تغلي نحط الدقيق على طول، عشان لو سيبنا الميه تفضل تغلي هتتبخر ويبقى المقدار مش كويس. بسم الله. هنحط الدقيق بقى دلوقتي ونقلب على طول، نقلب على طول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا وطيت البوتاجاز عقبال ما اقلب عشان الدقيق يستوي. يبقى ايدينا على طول بتقلب كده علشان الدقيق كله يستوي. نفضل نقلب كده لغايه لما تبقى قاع الحله بيبقى في قلبيه عجين كده لازق شويه، يبقى كده الدقيق استوى. قلب قلب كده. انا مش موطيه قوي يعني، بس اقل من النص، اقل من النص بشويه. نقلب كده. وبعد كده هنسيبه لما يبرد، نكمل بقى بعد كده ايه الطريقه. احنا كده هنحط البيض في العجان، بيضه بيضه ورا بعض لغايه اما العجين يشرب البيض كله ويبقى العجينه بالمنظر ده. هي دلوقتي اتعجنت حلوه قوي. هي بتبقى تقيله كده، بس مش تلاقوها تقيله تروحوا حاطين بيضه كمان وتقولوا لا عايزه بيض. لا، هنحطها في الكيس بقى كده. البلبله بتاعت البلح الشام بتبقى عامله كده، بتبقى كبيره كده واسعه. نحطها نسندها طبعا على كوبايه او حاجه، ونحط العجينه في الكيس. دلوقتي عندنا الزيت بارد خالص، يعني انا لسه حاطاه على البوتاجاز، حطيناه في الكيس كده. بعد ما نحط البلح الشام كله في الطاسه نقطع كده. هو في ناس طبعا بتعمله بالمقص، انا ببل صباعي كده زيت من الطبق ده، حط حبه زيت. وبعدين بنضغط من تحت من فوق البلبله على طول كده. نخليها طويله شويه، عايزاها طويله عايزاها قصيره. ببل صباعي كده واضغط من تحت من فوق البلبله على طول عشان ينزل بسرعه. بسم الله. بعد اهم حاجه يكون الزيت بارد. وبعد ما بيتحمر بنستنى تاني لما الزيت يبرد وبعدين نكمل بقية العجينة. بسم الله. طبعا احنا هنقعد نقلب فيهم كده علشان يبقى ايه كلها لون واحد، وشها زي ظهرها، وتبقى الطاسة مش مليانة قوي علشان نعرف نقلب كويس. وبعدين لما يبقى لون ذهبي كده هنشيله ونحط غيره، بس
بعد ما الزيت يبرد، ما نحطش والزيت سخن. طبعا انا عامله البوتاجاز على درجه متوسطه. عشان ما يبقاش نايم من جوه يعني. ايوه برافو عليكي يا بسنت، علشان ما يبقاش محمر من بره ومن جوه يكون ني، يكون كله لون واحد ويكون من جوه مستوي، ما يبقاش فيه عجين. بنطلعه هو دهبي كده، ما يبقاش فاتح قوي عشان ما يبقاش طري، وما يبقاش غامق علشان ما يبقاش شكله وحش. لما الزيت يبرد بقى هكمل بقيه العجينه. بيبقى بالدرجه ديت، بيبقى لونها حلو قوي وتبقى مقرمشه وجميله. دلوقتي هنعمل الشربات بتاع بلح الشام. هيبقى كوبايتين سكر من دولت، ادي اول كوبايه. بلح الشام بيبقى العسل بتاعه تقيل ويكون بارد. ادي تاني كوبايه، هنحط لهم ايه، كوبايه واحده بس ميه. الميه نص المكيال بتاع السكر، وما نقلبوش ولا نمسك ولا نعمل بمعلقه ولا اي حاجه، هنخليه كده. واول لما يغلي نعصر الليمون. هو دلوقتي الشربات اول لما بيغلي كده، انا ما حطيتش المعلقه ولا قلبته. نعصر الليمون، ليمونه واحده، ونحط الفانيليا علشان تبقى ريحه الفانيليا جميله. ونشيل البذره ديت ونحط الفانيليا كده، ونسيبه بقى ايه يتقل شويه. لازم الشربات يكون بارد ويكون تقيل. دلوقتي الكميه ديت هي يعني كل الكميه اتعملت اهيت، واوريها لكم بقى مخرفشه. سامعين؟ نحطها بقى في العسل، اوريكم اتنين كمان. النشا بيخليها حلوه قوي. نحطها في العسل. العسل بيبقى تقيل كده، العسل بتاع بلح الشام بيبقى تقيل، ما يبقاش خفيف علشان ما يطرش. نحط بقى بلح الشام نحط بلح الشام كده، والعسل يكون بارد، تقيل وبارد، ما يكونش سخن علشان بلح الشام ما يطرش. نخليه بقى كده يشرب شويه ونروح شايلينه ونحطه في الطبق، بس نخليه بتاع دقيقتين كده علشان يشرب من العسل. ديت الكميه كلها طبعا حطيناها في العسل وطلعناها، واوريها لكم من جوه مقرمشه وجميله. نزلي تحت شويه يا ماما. شايفين مش معجنه. نفتح واحده كمان، بسم الله. شايفينها من جوه، وشايفين الخروشه بتاعتها. جربوا الوصفه هتعجبكم ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، ودي تاكلها انا روعه. شكرا.